اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الأعظم والنبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وأصحابه كنوز الحقائق وهداة الخلائق، نجوم الهدى لمن اهتدى، وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك البركة فيما رزقتنا، والشكر على ما أعطيتنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وقونا يا ربنا للقيام بما كلفتنا، وكلنا معينا ونصيرا يا ربنا. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول وحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم، واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. عايزه اقول لكم ان احنا هنعمل النهارده غدا حلو، وكمان هنظبط المطبخ مع بعض. بس عايزه اقول لكم والله انا شفت الحكايه دي بالصدفه، والله العظيم يعني بجد قلت حسبي الله ونعم الوكيل في اي واحده تدخل بيت واحده وتاذيها ولا تسمها ولا يعني تقلب حياتها كلها. يعني النهارده كنت قاعده كده فشفت اللهم صل على النبي حلقه ريهام سعيد، جت صدفه قدامي كده على اليوتيوب. ان واحده كانت ليها صاحبه قريبه جدا ليها، دخلتها بيتها وكده، وبياكلوا ويشربوا مع بعض ويهزروا ويشربوا قهوه ويلعبوا لعبه قرايه الفنجان وكده. فبدات تقول انا بدا يظهر عليا تصبغات في الجلد اللي هي زي اللي هي بهاء يا بنات، وبرضو عيالي، وهي خلفت عيل وبدا يطلع فيه الحاجات دي. المهم جه ابنها قال لها يا ماما انا شفت حنان صاحبتك دي حطالك بتحط حاجه لينا في الاكل. فراحت قالت له إيه، اوصفها لي كده. راح وصفها لها، راحت كتبتها على جوجل، ورت لابنها العلبه، راحت قالت له هي دي اللي انت شفتها؟ قال لها ايوه يا ماما، ان ده طلع زرنيخ بتحط لها هي وعيالها في الاكل وفي التوابل بتاعه المطبخ. علشان ايه؟ علشان هي متفقه هي وحماتها ان هي تتطلق وتاخد جوزها، وبالفعل اتخطبت لجوزها. انا قلت لكم كتير، انا والله العظيم قلت لكم كتير. عارفين يا بنات لما كنت في المغرب كنت مره خارجه مع جوزي وكده، ففي واحده وقفتني، ست كبيره والله العظيم، قالت لي انت مصريه وكده؟ قلت لها اه. هي كانت مغربيه، قلت لها اه مصريه وكده. والمهم كنت باين في مرجان. مرجان ده كارفور كبير في المغرب يا بنات. المهم راحت اتكلمت معايا وكده وبتاع والجوزي مش عارفه كنا يعني بنجيب حاجات يعني، وفضلنا نتكلم انا وهي. راحت قالت لي انا هقول لك نصيحه. فقلت لها اتفضلي. راحت قالت لي ما تصاحبيش حد وما تدخليش حد بيتك، هي هتدخل بيتك وانت هتبقي بره. بصوا يا بنات، انا بغسل الفرخه بعد ما نقعتها بدقيق وليمون وملح اللهم صل على النبي وطحينه، بروح غسلاها واروح تاني عامله لها اللهم صل على النبي ليمون، اعصر انقعها تاني ليمون وملح وفلفل اسود وحبهان. عايزه اقول لكم الفلفل الاسود الحبهان يعني تضربيه في الكبه بتاعه الخلاط. الحبهان يا بنات ريحته تبقى قويه جدا 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 فوق ما تتخيلوا، فما بتخليش اثر لاي زفاره. عايزه اقول لكم هتاكلي الفرخه والله العظيم يعني بصي طعم وريحه، يعني طعم وريحه. وعايزه اقول لكم احنا هنحطها النهارده في الكيس الحراري. تابعوا الفيديو شوفوا انا بعمل ايه عشان نكمل بقيه موضوعنا. بصوا هسيبها كده شويه حلوين. هعمل بقى الرخامه معاكم والحوض وكده، علشان في الوقت اللي انا نقع فيه الفراخ قلت ايه اظبط المطبخ. المهم يا بنات، راحت قالت لي الست المغربيه دي، قالت لي ما تصاحبيش حد وما تفضليش يعني انت عندك اصحاب عايزه تدخليهم، دخليهم في الوقت اللي جوزك مش موجود فيه، او دخليهم انت تبقي مثلا بره معاهم. انا بصوا فيا عاده، يعني مثلا انا اقابل اي واحده صاحبتي، انا ما بطلعش عند حد، بس ممكن يعني لما اقابل واحده صاحبتي ولا حاجه اهم يعني اروح لها في ميعاد انا اكون متفقه معاها ان جوزها مش موجود. يعني شوفوا انا احترامي لنفسي ولجوزي ازاي. انا لما اروح لها جوزها يعني جوزها مش موجود، وهي لما بتجيلي يعني ولا جوزي ولا اخويا يكون موجودين. انتي صاحبتي على عيني وعلى راسي، بس ولا تشوفي جوزي ولا انا اشوف جوزك. انتوا فاهميني؟ انا ماشيه بالمبدا ده واحطه في عين اي حد. عايزه اقول لكم انا جوزي بيجي من السفر، فتبقى مثلا واحده تقول لي انتي ما خرجتيش انتي وجوزك، انتي ما طلعتيش. او انا جات لي مره واحده وكانت استغربتها جدا، وممكن هي تكون بتسمعني لان انا يعني انا متاكده ان هي من المتابعين. قالت لي انت ليه لما جوزك بيجي مش بتعزميني ان انا اجي اقعد معاكي؟ رحت قلت لها طب انا اعزمك ليه في الوقت اللي جوزي موجود؟
يعني اعزمك ليه يا حبيبتي في الوقت اللي جوزي موجود؟ يعني انت ما بتطلبوش مني ان انا وانتي نقعد مع بعض في حياتنا الطبيعيه، او ان احنا نتقابل، فليه تهتمي لما جوزي يجي تبقي انت عايزه تقابليه؟ يبقى انت ليكي حاجه في دماغك، وما يشرفنيش ان انت تبقي صاحبتي. هي مش صاحبتي اللي هو سلام سلام، بس انت عشمك ايه اللي يجيبك ان انا اعرفك؟ وبعدين جوزي جاي من السفر وجاي يقعد مثلا دي اجازته مده محدده، انا ليه اعزم ناس وليه اجيب واحده تقعد معايا، ولا جارتي ولا صاحبتي؟ اعرفك ليه على جوزي، واقول لك ليه تفاصيل جوزي، واقول لك جوزي بيحب ايه وبيكره ليه وانا يعني انا بمزاجي كده اجيب واحده تقعد في وسط؟ اصلا ايه قله الادب دي؟ اصلا ايه قله الادب دي ان هي واحده تقعد مع راجل كده في البيت؟ ايه قله الادب والسفاله دي؟ انا مش عارفه لما تكون في واحده ساذجه، وانا دايما اقول لكم الحاجات دي بتيجي من المواقف. يعني تيجي دلوقتي واحده ساذجه، اللهم صل على النبي، تروح جايبه صاحبتها للبيت وتقول لها ده انا جوزي بيحب الاكله دي وبيحب دي وبيحب دي وبيحب دي، تروح هي بقى بسم الله ما شاء الله شايفاكي عايشه في نعيم وعايشه في سعاده، تروح واخده مفاتيح جوزك. مثلا انت ممكن يجي عليكي وقت وتتخانقي مع جوزك، صح؟ اكيد مثلا بيحصل، مثلا بنزعل شويه حاجه، فتيجي التانية تعمل ملاك قدامك، ما انت معوداها بقى تقعد مع جوزك ولا حاجه، فممكن جوزك هو يميل ليها فهي تاخده، فانت تطلقي تطلعي بره وهي تيجي تقعد مكانك. اهي دي دخلتها بيتها، بتقولك انا كنت عايشه في شقه دوبلكس وهي كانت شحاته ما معهاش حاجه، يعني بتقولك انا طلعت دلوقتي قاعده في ايجار، وهي اللي قاعده في شقتي الدوبلكس دي مع جوزها. ايه يا بنات؟ ايه بجد ده؟ وعايزه اقول لكم على حاجه، انا والله العظيم يعني، وممكن بقولها لاي حد ممكن يعرفني، محدش يطلب مني لبس، انا ما بديش لبسي لحد. ليه؟ مش نتانه ومش عفانه ومش مش بخل، بس ولو انتي حطيتي اي سبب من الاسباب ده اخدتيه عني، فعايزه اقولك برضو براحتك، انا اوحش خلق الله، براحتك. بس انا حياتي خدت كام درس كده فوقوني. عارفين يعني ايه فوقوني؟ بصوا، في حاجه عايزه اقول لكم، انتوا لو رحتوا مكان كده لقيتوا فيه تعبان، او دايما عارفين ان المكان ده فيه تعبان، المكان ده فيه تعبان، انت لو رحتي هناك هتتقرصي، ده فيه تعبان، تمام؟ واتقرصتي من التعبان ده مره واتنين وتلاته، هتيجي تروحي للمكان ده تاني؟ ده لو رحتي بقى تاني بمزاجك، يبقى انت خلاص عجبك موضوع القرص ده، عجبك موضوع السم اللي في التعبان. فانا والله درست شويه حاجات عرفتها من شويه بشر كده، ولا بآمن ولا بثق ولا بقول سر، ولا اقول جوزي جاي امتى، ولا واحده تيجي تقعد مع جوزي، ولا حد مثلا ممكن يصعب عليا، علشان اللي بيصعب عليكي ويدخل بيتك ده بيفقرك، اللي بيصعب عليكي بيفقرك، تمام؟ مش كل حاجة تسمعوها تصدقوها، يعني خليكي كده، كل واحدة تسمعني خليكي واقعية، مش كل حاجة تسمعوها تصدقوها، مش ما تثقوش في حد، واللي تقول عنك انت وحشة براحتها، انا عايزة اقول لكم، انا والله العظيم دايما بقول لكم الكلام ده وبرجع نتكلم تاني فيه، انا قافله الباب علينا انا وماما واخواتي مثلا وجوزي، حياتي الشخصيه كده، ما عايزه يكون لي علاقه بمخلوق خلقه ربنا. شفتوا قد ايه انا يعني؟ في ناس يقولوا الجنه من غير الناس ما تنداس، اللي قالتها دي كانت واحده فاضيه، واحده بتحب الرغي، واحده بتحب النميمه، المثل اللي طلع ده. ايه احنا بنقارن ايه في الدنيا؟ بنقارنه بالجنه. طب خلاص احنا في الاخر دخلنا في الجنه بقى، مفيش النميمه، كلنا هنبقى خلاص اتحاسبنا وقعدنا في مكان حلو. بتقارنوا الجنه بالدنيا؟ الدنيا اللي مليانه نميمه ومليانه اعمال ومليانه شر ومليانه مش عارفه ايه، وطار وغيره واعوذ بالله، يعني اعوذ بالله، وحسد. بالنسبه لللبس يا بنات، انت واحده شايفه حياتك هي مش عارفه تدخل بيتك لطريقه معينه، تيجي تقول لك مثلا انا انا عايزه منك طقم، تكون جارتك او صاحبتك يعني انت ما بتثقيش فيها، طب ما تاخد الطقم ده وتعمل لك عليه عمل، وانت تكرهي نفسك وحياتك وبيتك وجوزك ودمرتي نفسك. اللي تجيلك على حاجه قولي لها انا ولا بسلف ولا بستلف، اللي انا ولا بسلف ولا بستلف، انا ما بامنش لحد، خدوها مني، خدوها. اي واحده هتسمعني هيكون ليها عدوه كده حاجه معينه، هتعرفي ليه. بصوا، دايما الناجح الناس كرهاه، دايما المحترم الناس كرهاه. انتوا عارفين يا بنات ان لو في واحده محترمه وكويسه وبنت ناس وتربت ومحترمه، انتوا عارفين ان دي هم اوسخ الكلام بيتقال عليها. عارفين بقى لو واحده مش محترمه وجايبه المشاكل لاهلها، اللهم صل على النبي، وعامله حوارات ومش ملتزمه ولا فيها ريحه الاخلاق، ما الناس ما بتذكرهاش والله العظيم، يعني ما بيتذمش فيهم الا المحترمين.
غير اللي بيصلوا عارفين ربنا وقاعدين في بيوتهم وان هم محترمين. نسوان فاضيه ما وراهمش حاجه، نسوان فاضيه. واحده مثلا تكون بنتها ما اتجوزتش او بنتها حظها وحش، تشوف تانية واحده تانية جوزها بيحبها وبيتها متعمر وكويسه واللهم صل على النبي حياتها حلوه، فخلاص دي مش عاجباها. طب انا بنتي كده مش كده ليه؟ طب وانت يا بنتي ده ربنا اللي رزق، ده بنتي ربنا اللي رزق، ربنا اللي رزق. انت هتشاركي البني ادم ولا تشاركي ربنا في قدر؟ يعني ربنا اللي وزع الرزق. في واحده بتاخده في التعليم، في واحده بتاخده في الجواز، في واحده بتاخده في الصحه، يعني الارزاق دي متوزعه علينا. فلا، فالحكايات دي ما بتعجبش حد. اقفلوا بابكوا عليكوا. خلي بالك مش بس الناس الغريبه، انا يعني الناس الغريبه ملهاش امان. وممكن انت تكوني واحده يعني واحده كده في قرايبك تطلع لك من تحت لتحت، هي مش بتقبلك، عايزاكي تتطلقي. بصوا يا بنات، اكمل لكم بس الوصفه النهارده. مقطعين بطاطس مكعبات وجزر وبصلايه، ومعايا فصين توم عشان هنتبل الفرخه، وباقي التتبيله هنحطها على اللي هي البطاطس بالجزر بالبصل. عايزه اقول لكم طريقه الوصفه بتاعت النهارده. الفراخ المشويه في الكيس الحراري، وبعد ما استوت ولعت لها فحمايه. بصوا يا بنات والله العظيم تحفه 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 تحفه. وكمان عملت معاها رز حبايه وحبايه. عايزه اقول لكم قد ايه مسكر، قد ايه الاكله دي. بصوا في القلب والله العظيم. بصوا التتبيله معانا ايه؟ معانا 3 اكياس صلصه، هننزل عليهم بمعلقتين زيت ومعلقه سمنه كبيره. انا حطيت باين معلقه ونص سمنه، وهناخد نص كميه الثوم في التتبيله دي، والنص التاني على البطاطس بالخضار، نقلبهم على بعض. وهننزل بالتوابل بقى على الصلصه دي بايه اللي هنعمل بيها الفراخ. ملح وكمون وكزبره والسبع بهارات، وده روزماري بيدي طعم حلو قوي في الشوي، بيخلي ريحه الفراخ حلوه. وتوم باودر وبصل باودر، يعني السبع بهارات. حطيت كمون وملح وفلفل اسود، واللهم صل على النبي وروزماري، ومكعبين مرقه. وهنفضل نهرسهم كده بالمعلقه، ونحط معلقتين سمنه بلدي ومع نص معلقه توم. بصوا يا بنات يعني خلطه جباره. بصوا بقى المهم، ممكن تكون واحده من قرايبك مش حباكي، بتتمنى ان انت تتطلقي، هي نصيبها مش حلو وعايزه تخليكي تتطلقي، نفسها تشوفك متطلقه، سلفتك، اي حاجه تتوقعوها. سيبكوا يا بنات من جو الاشعارات. بصوا نزلت بنص معلقه الثوم على الخضار اللي هي البطاطس والبصل والجزر، ونفس التوابل اللي انا حطيتها على الصلصه اللي هعمل بيها مساج للفرخه واتبلها. هنزل بنفس التوابل على البصل بالجزر بالبطاطس. تمام، هنتبل برضو البطاطس وكده. يلا بصوا بقى وانا هكمل لكم. ممكن عايزينكم تتطلقي، يعني انا مثلا جوزي مثلا جه كام مره قال لي في حد كده فلان بعت لي طلب صداقه. طبعا جوزي بيعمل بلوك، يعني هي خلاص ما فيهاش كلام، يعمل بلوك ويجي يقول لي على طول. فرحت قلت الغريبه، يعني انا مش بتكلم مع الانسانه دي. الانسانه دي انا يعني في كام حد كده ممكن انا ما بحبهاش، وانتي عارفه ان انا ما بحبكيش وملكيش علاقه بيه. فانتي كواحده محترمه رايحه تكلمي جوزي ليه؟ تبعتي له طلب صداقه ليه؟ انا دايما يعني لو في بشوف اسم راجل مكتوب يعني كومنت مكتوب باسم ولد، انا ما بردش عليه. يعني انا فاتحه قناه بس ما بردش عليهم، ده احتراما لجوزي واحتراما لنفسي. فانت يا محترمه دلوقتي تبعتي لجوزي ليه طلب صداقه؟ انت فكرك ان هو هيرد عليكي؟ يعني انت فاكره جوزك سهل ومثلا من اللي انت بتعمليه في الناس بيتك اتخرب وواحده تانية خدته منه، فانت فاكره ان انت ممكن تعرفي تعملي حاجه معايا يعني؟ او ان انا احترامي لنفسي، يعني انا ما هو انا بحترم نفسي عشان كده جوزي بيحترمني. ان هو ممكن يقبل طلب او يتكلم مع حد او يكون عنده اصدقاء بنات ويعمل حاجه وما يقوليش عليها؟ لا لا، ده انت غلبانه، والله غلبان. اشوفك كده اطبطب عليك، اقول لك مسكينه يا حبيبتي صعبتي عليا. طبعا انت عارفه نفسك يا سوسه، اندمجتي يا بنات، قطيعه تقطعك. المهم اللهم صل على النبي. هنحط بقى الفرخه كده بعد ما عملنا لها مساج بالتتبيله، وننزل بباقي الخضار. بس هنقسم بقى الخضار على كيسين علشان الكيس صغير.
فبقول لكم خلوا بالكم من حياتكم، ما تحكيش اي حاجه عن جوزك حلوه وحشه، ما تحكيهاش على حد. انت عارفه ممكن انت تحكي لها حاجه عن جوزك، تيجي تحكي لجوزك لو هي علاقه بيبقى امرت ما عملته كذا في اليوم الكذا، وهي جت اتكلمت عليك وبتاع، وتزود بقى من عندها. وطبعا جوزك هيصدقها ليه؟ لان الموقف ده حصل، بس الزيادات دي من عندها تألفة، فاكيد مش هيصدقك ان انت ما قلتيش الكلام الزياده ده. تمام، امسكوا بقكم شويه، خلي بالك على بيتك. تمام، واقول لك على حاجه، ولا تاكلي عند حد ولا تشربي عند حد. اهو الزرنيخ بتقول لك دوت بيعمل البهاء وجسمها كله. انا عايزاكم تكتبوا كده بعد ما انا تسمعوا الفيديو، اكتبوا ريهام سعيد وحلقه اللي هي صاحبة الزرنيخ دي اللي هي اتسممت بالزرنيخ، جسمها كله فيه بهاء ورفعت قضية. وصاحبتها دي قالت لها حماتك اللي قالت لي، وحماتك تقول لها لا ده حنان هي اللي حطت، والعيال الصغيرة اتدمرت وحياتهم اتقلبت. الحياة ما فيهاش كسوف. نزلت بيمانات بسمنة معلش، ونزلت بكمية نص كمية الرز عليهم مكعبين مرقة خضار ورشة ملح ورشة فلفل اسود لحد ما يتحمروا كده يبقى لونهم هتشوفوه معايا. وبعد كده بنزل بنص الكمية. بصوا بتسيبوا الفرخة يعني ساعة وربع. انت بقى تتأكدي يعني تشوفي سواها، تطلعيها كده من الفرن بعد ساعة، عشان الفرن بتاعي غير بتاعكم كده. يبقى شوفوا الحلقة كمان تتعلموا تفهموا، يبقى عندكم شوية حاجات. ممكن انا مريت بمشكلة معينة فعشان كده بنصحكم بيها. ممكن انتوا عندكم حاجات مشاكل من نوع تاني انا معرفهاش، يعني ما سمعتش عنها حاجة. فاحنا بنتعلم من بعض، وانا عامة يعني ماليش في العك. عارفين يعني ايه العك؟ خلاص انا عرفت، جيت في فترة عرفت ان مفيش حاجة حد بيفرح لحد في محدش هيتمنى لكم عامة. يعني بصوا الخير ده محدش بقى بيتمنى لحد يعني. ولو في طبعا في ناس كتير كويسة، بس احنا بقى دلوقتي في دنيا هنعمل تجارب على الناس، هنعرف ازاي ان دي حلوة ولا وحشة. يعني افرض هي قالت لك انا حلوة، نروح واخدين منها بقى المصايب والمشاكل وكده. فبجد يا بنات الاختلاط بيجيب وجع القلب، بيجيب المشاكل بجد والله. يعني صدقوني لو في فرح ولا في حاجة محدش بيفرح لحد. اعداء اعداء، محدش عايز حد احسن منه، محدش عايز حد يقول عنك محترمة. انتوا فاهميني؟ يعني مثلا تكون الواحدة في حالة وبتعامل بما يرضي الله، وتيجي واحدة ما تسواش اي 30 لازمة تقولك انتي مش محترمة. نقص. ربنا يبعدنا عن الشر يا رب ويحفظكم. وده كان فيديو النهاردة، ومع السلامة.